أمس أقدمت داعش على جريمة قذرة، وهي تفجير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التفجير يعني أنا بصراحة صدمت من هذه الفعلة. هؤلاء إن كانوا ينطلقون باسم الله أو باسم النبي أو باسم الإسلام، فهل يمكن أن يكون الإسلام حتى في كل القراءات المشوهة؟ هل يمكن أن يقول فقيه من الفقهاء بمشروعية استهداف المدينة المنورة؟ المسألة يعني في نظري داعش اليوم هي انفجار. يعني من يريد أن يعيد داعش فقط ويقرأ داعش في ضوء نصوص الفقه مثلا، أو نصوص من الروايات مثلا، أو بعض المفاهيم التفسيرية لآيات قرآنية، هو يظلم الواقع ويظلم نفسه ويظلم التحليل المنطقي. داعش لابد أن نقرأها أو ندرس هذه الظاهرة أو هذا الانفجار الإرهابي من ظواهر وزوايا متعددة. داعش لا تساوي نص، سواء كان نص بشري أو غير ذلك. داعش هي انفجار، هي نوع من الأزمة التي أصابت نفوس الكثير من أبناء هذه الأمة. هي انحراف خطير، هي يعني قل ما تشاء، هي مرض نفسي عقلي ديني أحيانا، ولكن التركيز فقط على الدين في نشأة داعش هذا ظلم، وهذا مجانبة للواقع، وهذا نوع من المغالطة التي لن تؤدي إلى نتيجة في تفكيك منظومة الإرهاب. لتفكيك منظومة الإرهاب نحن بحاجة إلى تشجيع البحث الجاد في الجانب الديني. نريد يعني نتخلص من لغة الوعظ الرخيص لننفتح على آفاق البحث الديني في النصوص الأولى، القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنقدم قراءة واعية حضارية إنسانية للإسلام. نحن بحاجة إلى قراءة حضارية إنسانية للإسلام. ما يسميه الراحل أراكون أنسنة الإسلام، هذا موجود كان عندنا في حقبة معينة، وناس قمة في الإنسانية، التوحيدي، الجاحظ، فلان، الاتجاهات الصوفية، الاتجاهات العرفانية، كانت تهتم بالجانب الروحي الإنساني اللي فيه سمو، اللي فيه معاني راقية. الإسلام لو قرأناه في النص الأول المقدس اللي هو القرآن الكريم، لا يمكن أن يساوي ما تفعل داعش. إذا كان القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل يمكن هذه الرحمة أن يكون الترجمة عنها داعش؟ إذا كان الله يقدم نفسه، إذا كان القرآن يقول عن المولى سبحانه وتعالى في كل افتتاحية السورة بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه الأسماء المقدسة للمولى، الأسماء الحسنى، تنبي عن ماذا؟ عن معاني سامية يجب أن يتحلى بها المؤمن، من باب تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأسماء الله. فهذا الذي نحتاجه اليوم، أن نكتشف الإسلام بعبارة مختصرة. طبعا واتجاهات فهم الإسلام متعددة، أحيانا بعضنا يفكر حتى التفكير التقليدي كما عند الفقهاء ليس سلبيا كما يريد البعض أن يسوق له أو يروج أنه دائما الفقهاء هم سبب البلاء على الإسلام. هذا غير صحيح. هناك جوانب حضارية رائعة في الفقه يجب أن نفعلها ونقف عليها. ثانيا، هناك ما نراه من إرهاب وتطرف لداعش هو وليد الاستبداد بالدرجة الأولى ووليد التخلف الحضاري. نحن اليوم بحاجة إلى نشر العلم، إلى نشر المعارف والعلوم الإنسانية، إلى الاهتمام بالفلسفة، إلى الاهتمام بالحوار، إلى الاهتمام بالديمقراطية، بالتعددية، إلى إشغال الشباب بالمفيد، إلى إيجاد فرص العمل للشباب. كما قال الشاعر: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ومن قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة
والفراغ، ونحن بحاجة إلى تربية جمالية، إلى تربية على المعاني الراقية، على الذوق، كما عند الاتجاهات الأخلاقية في الإسلام كالمتصوفة وغيرهم. مسألة الذوق مهمة. العبادة الجافة السطحية الشكلية القشورية الطقوسية لا يمكن أن تتسامى بالإنسان. نحن بحاجة إلى تفعيل ما أسماه الشاطبي مقاصد الشريعة. نحن بحاجة إلى تفعيل مقاصد الشريعة وتجاوز القراءة الحرفية التي لا تنظر إلى أعماق النص. أتمنى أنه يكون هذا الحادث الإرهابي الأليم آخر مآسي هذه الأمة، وأتمنى أن ربي سبحانه وتعالى، وأرجو أن ربي يهدينا ويهدي الجميع ويبعد عن بلادنا والعالم أجمع، يبعد عن بلادنا والعالم أجمع هؤلاء الإرهابيين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين هم إما مجنون أو في أقل تقدير مجرمين، مجموعة من المجرمين والعصابات المتمردة على القانون وعلى الإنسانية وعلى الشريعة. نسأل الله الهداية لنا ولهم، والسلام عليكم.